كل شهر يطلع خبر عن نيزك هيضرب الأرض ونهاية العالم بتقرب، ومفيش حاجة من دي بتحصل. بس هل معنى كده إن النيازك دي خيال ومش موجود فعلا ومستحيل تحصل؟ لا، النيازك موجودة وأكتر مما تتخيل. بتيجي منين وبتعمل إيه؟ تعالوا نشوف. حوالي 50 طن من الحجارة بتنزل على الأرض كل يوم من الفضاء، معظمها بيكون في حجم حباية البسلة، حاجة صغيرة كده. الغلاف الجوي بيوقفها وما بتقدرش تنزل على الأرض. انما الحجارة الاكبر شوية في حجم كرة التنس دي بتقدر تخترق الغلاف الجوي وتنزل على الارض. النيازك بتيجي لما كويكب كبير يدخل مع الارض في مسار واحد ويبدأ يقع منه اجزاء صغيرة على الارض، بنسميها ميتيورز. وعلى حسب حجم الاجزاء دي ممكن تقدر تعدي الغلاف الجوي وتنزل على الارض، وساعتها بيبقى اسمها ميتيورايتس، وبياخد ثواني عشان يضرب الارض. والنيازك غالبا بتتكون من حديد ونيكل، بتكون اتقل بكتير من الصخور اللي احنا عارفينها، وبتجذب المغناطيس. ولو ربنا كرمك وعثرت في حتة نيزك بيكون ليه قيمة مادية عالية جدا. النيازك اللي بتنزل على الأرض بيكون عمرها حوالي 4.5 مليار سنة، اللي هو عمر المجموعة الشمسية كلها. لحظة اصطدام النيزك بالأرض بتسيب وراها حفرة كبيرة على حسب حجمه، عشان النيزك بينزل بسرعة حوالي 16 كيلومتر في الثانية، ومصر فيها حفرة من دول في شرق العوينات. السرعة دي مع الاحتكاك بين جسم النيزك والهواء بيولد طاقة، والنيزك بيتحرق. وعشان كده لو صادف انك شفت نيزك هيبقى بيتحرق، وبنسميه شهاب او شوتينج ستار. حد ممكن يفكر ازاي الهوا هيخليه يتحرق؟ جرب تطلع ايدك من شباك العربية وهي ماشية بسرعة 100 كيلو متر في الساعة. هتحتاج طاقة كبيرة عشان تثبت ايدك قصاد الهوا. طب لو العربية ماشية بسرعة 16 كيلو متر في الثانية، ايدك هتتخلع من مكانها بقوة اصطدامها مع الهوا. وده نفس السبب اللي بيخلي النيزك يتحرق وهو نازل. الشهاب اللي بيجي من احتراق النيزك ما بيقعدش اكتر من ثواني، عشان كده نادر انك تشوف واحد منهم في حياتك. بس في شوية نصايح ومواعيد ممكن لما تعرفها تشوف النيزك. اولا، احسن وقت تظهر فيه هو من 12 بالليل ل 5 الفجر، عشان مش بتظهر بالنهار. كمان في مواعيد معينة بيحصل فيها حاجة اسمها زخم نيزكي، او بيسموها ميتيورايت شاور. مدار الارض في الاوقات دي بيبقى فيه حجارة كتيرة وبتنزل على الارض بتعمل ميتيورايت شاور، وبتحصل 4 مرات في السنة، شهر ابريل ويونيو واخر اغسطس زي اليومين دول وديسمبر. عشان كده كل الأقمار الصناعية بيبقى فيها حاجة اسمها سيف مود، بتحمي بيه الأجزاء الغالية والمهمة من القمر الصناعي لما الظاهرة دي تحصل، عشان الحجارة ما تكسرهاش. النيازك الصغيرة دي سواء اللي بتعدي وتوصل للأرض أو الأصغر منها اللي مش بتوصل مفيش منها أي خطر. إنما الكويكبات العملاقة اللي بيقع منها النيازك هي اللي لو وصلت للأرض هتبقى مشكلة كبيرة. آخر مرة كويكب عملاق ضرب الأرض من 66 مليون سنة، قضى على الديناصورات ومعها 75% من الكائنات اللي عايشة معاها. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط. وما تنساش دول.